محتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناول الملوخية بالعافية. حبه حبيته من قلبك حبيته. وقالوا عليها ملوخية أي كلوخية. فالمصريين لقوا إن الملوخية مش سامة ولا حاجة وإن طعمها حلو قوي. داوي على اللي بالقشطة. دوس بقى. هذا ما لم نسمع به من قبل. وكان المصريين القدماء قبل ما يعرفوا أصلا إنها بتتاكل كانوا بيستخدموها كعلاج. اسماعيل اتعور الله. وفي بعض النصوص اللي بتقول إنهم استخدموها من أكتر من 2000 سنة قبل الميلاد. وأول واحد استعمل الملوخية في التاريخ كان يا سيدي في مصر القديمة، بس إمتى تحديدا وسنة كام ده سؤال ملوش إجابة. وفي بقى رواية تانية بتقول إن الملوخية اخترعها الفاطميون في مصر. بيقول لك كان الحاكم الفاطمي المعز لدين الله يعاني من ألم في المعدة، فوصف له الأطباء الملوخية كعلاج، وطبعا بالصدفة يعني بقى كويس. فحب بقى إيه يروق على